ورد ريانا عنده علاقة كبيرة بتاريخ تونس، بما انه جابوه الأندلسيين معاهم في القرن السادس عشر وقت اللي جاوا لتونس، وجابوا معاه برشا تقنيات زراعية وجابوا البذور ومن بينها بذور الورد. ولقاه في أريانا أرض خصبة، ومن وقتها ولات أريانا متخصصة في الورد، والناس ولا الورد بالنسبة لهم رمز للجمال، واستعملوه في برشا حاجات، الصابون والعطور ومن الورد. والورد هذا ما قعدش مجرد زينة، ولا مصدر رزق لبرشا ناس وللفلاحين اللي يزرعوا فيه. ويقولوا اللي أريانا هي الوردة والوردة هي أريانا. كان شفت واحد مش هاز وردة في أريانا أعرف فما حاجة غلط. صحيح البلاد فيها برشا مشاكل، والقطاع هذا كيف وكيف أي قطاع تأثر بسبب المشاكل المناخية ونقص في البذور الأصلية، أما هذا لا يمنع اللي برشا ناس مازالت متمسكة به وتعيش منه، بما أنه ولا جزء من تراث المنطقة ويصنعوا به منتوجات ويعرضوهم في المعارض. رغم المشاكل الفلاحين مازالوا متمسكين بالورد نتاعهم، والمهرجان السنوي نتاع أريانا هو أكبر دليل على نجاح. والمهرجان هذا مش فقط لعرض المنتجات، وإنما برشا ناس تجي من برا تونس بالذمة، وكل واحد يروح هاز وردة ومعاها ريحة أريانا المزيان. وكان ريت واحد في أريانا يضحك، أعرف إنه مجرد شم الريحة خلته ينسى هموم الدنيا. ورد أريانا هو مش مجرد ورد، وإنما هو رمز للأصالة وللتراث وصبر الفلاح.